السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ يا رب تكونوا بخير. ان شاء الله النهارده هنتكلم على صفقات الأندية المصرية خلال الانتقالات الصيفية. هنتكلم عن جميع الأندية المصرية ومين الصفقات اللي تم التعاقد معاها خلال هذه الفترة. وعايزين في نهاية إن شاء الله الفيديو أسمع تعليقاتكم وأشوف تعليقاتكم. مين شايفين مين أكتر نادي عمل صفقات كويسة ممكن تكون مفيدة ليه، ومين أكتر نادي عمل صفقات مش هتفيده خلال الموسم. أول نادي إن شاء الله هنتكلم عليه نادي بترول أسيوط. نادي بترول أسيوط من الأندية اللي كان لها خبرة قبل كده في الدوري المصري، ولعب قبل كده في الدوري المصري من مدة، وصعد تاني هذا الموسم. ونادي بترول أسيوط خلال هذه الانتقالات عمل 12 صفقة. معظم الصفقات اللي عملها كلها صفقات انتقال حر وصفقات إعارة. من أهم اللعيبة اللي تعاقد معها نادي بترول أسيوط، تعاقد مع الحارس كريم عماد من نادي مدن. تعاقد مع لعيب وسط أحمد حجازي من نادي كهرباء الإسماعيلية. إسماعيل أشرف جناح شمال من نادي حرس الحدود. أحمد مجدي قلب دفاع من نادي الزمالك، ده من أحد الناشئين اللي راحوا مجانا عن نادي الزمالك. عبد الرحمن مرجان ده باك شمال من نادي الزمالك، برضو أحد الناشئين نادي الزمالك. فتحي جمال جناح شمال من نادي بايونير، ده نادي درجة تانية. محمود علاء من نادي أويل الأسمدة، ده لعيب مدافع قلب دفاع. تم التعاقد مع لعيب نيجيري من نادي دايرود، نادي درجة تانية، اسمه عليب سلام، ده لعيب نيجيري. تم التعاقد مع لعيب زياد طارق، ده أحد ناشئين النادي الأهلي، بس تعاقد معاه من صفقة إعارة من نادي زد. وتعاقد مع أحمد خالد لعيب وسط من نادي طلائع الجيش. وتعاقد مع لعيب برضو باك شمال اسمه علي مهران من نادي دايروت، نادي درجة تانية. وتعاقد مع لعيب كاميروني اسمه تشي بونت، ده من نادي ليفينا، نادي درجة تانية. تاني نادي هنتكلم عليه نادي أبويل الأسمدة. نادي أبويل الأسمدة لسه صعد حديثا للدوري المصري. نادي أبويل الأسمدة تعاقد مع 19 لاعب، وده عدد كبير جدا من اللعيبة، وده يدل على شيء إن هو تخلى عن اللعيبة اللي صعدت معاه من الدوري الدرجة التانية وده محترفين الدوري الممتاز. ودي طبعا أنا من أكتر حاجات عيوب الأندية اللي بتبقى صاعدة من الدوري المحترفين الدوري الممتاز، إن هما بيتخلوا عن معظم الناس اللي ساعدتهم في الصعود. ودي يعني أنا من أحد عيوب الكرة المصرية وأحد عيوب الأندية بتبقى صاعدة، إن هو بيعتمد على لعيبة جاية من الدوري المصري. وللأسف برضه نادي أبويل الأسمدة أنا شايف كل الصفقات اللي عملها صفقات بتساعده على المنافسة على الهبوط، مش المحافظة إن هو يبقى باقي في الدوري. يعني هو اتعاقد مع عماد حمدي لعيب خط وسط 33 سنة من نادي مودرن. تعاقد مع محمد شيكا جون فاركو. تعاقد مع محمود جنش من الاتحاد السكندري. كل دي طبعا صفقات انتقال حر. 39 سنة محمود جنش حاليا. تعاقد مع محمد دبش من سموحة، باك سنتر باك مساك 34 سنة. تعاقد مع عماد فتحي من نادي سموحة، لعيب خط وسط 33 سنة. تعاقد مع لعيب فلسطيني من نادي ترسانة الليبي اسمه بشار السبكي، ده لعيب مساك. طلب سيف شيكا من نادي الجونة، ده جناح شمال. تعاقد مع إياد صلاح من نادي المقاولين، ده لعيب شاب مساك برضو. تعاقد مع زياد شاكر من نادي بيراميدز، لعيب ناشئ خط وسط. تعاقد مع أحمد دبش من نادي وادي دجلة، ليفت باك شمال. تعاقد مع جابر كمال 29 سنة من نادي فاركو، برضه باك شمال. تعاقد مع المهاجم علي حسين، ده إعارة من نادي وادي دجلة 33 سنة. مع أحمد عوض مساك من نادي سموحة، برضه دي إعارة. تعاقد مع سيف الغزاوي
ده من نادي فاركو، ده لعيب خط وسط. تعاقد مع المهاجم أحمد أبو جودة من نادي المقاولين العرب. تعاقد مع أحمد خالد من نادي سموحة، ده جناح شمال. زياد فرج من نادي المصري لعيب خط وسط. تعاقد مع مصطفى شحاتة من نادي البنك الأهلي. تعاقد مع عمرو الجزار من نادي مسار، 22 سنة، ده باك يمين. دي الصفقات